ووالله ما تتناقله وسائل إعلامنا من موسيقى وألحان ودعوة إلى الخناء والفجور لأكبر شهادة على وقاحة هذا الإعلام وخيانته، وأنه أكبر عميل للأعداء. وها هي ثمرات التربية الإعلامية الخائنة تظهر لنا في كل مكان. لقد ربوا لنا أجيالا لا نعرف من إسلامها إلا الأسماء، أما الأشكال والهيئات فلقد قلدوا وتشبهوا بالكفار. ربوا لنا أجيالا هجرت المصاحف والمساجد وتسجد عند أقدام المطربات والراقصات. ربوا لنا أجيالا تعيش على اللمسات الحانية والنغمة الهادئة والصاخبة. يا الله، وصلت مجتمعاتنا إلى درجة من الدياثة حتى تعرض القبل والرقصات والضم واللم، بل أكثر من ذلك، على مرأى ومسمع من العالم وعلى الهواء مباشرة. يا الله، أين مبادئنا؟ وهل حقيقة نعي وندرك ما يجري حولنا؟ إذا مات الإسلام في قلوبنا فأين نخوة العربي الأصيل؟ ألهذا الحد تخنث الرجال؟ ألا وأسفا على الدين وأسفا على الرجولة. أقسم بالله العظيم أن مجتمعا يتربى على مثل هذا فلا خير فيه ولا يستحق البقاء، ولا يرجى منه يوما أن يغار أو يفزع للإسلام. إنهم يمزقون الفضيلة، إنهم يمزقون الفضيلة وينحرون الحياء والعفاف. عروض يومية مسموعة ومرئية ومشاهد حقيرة وساقطة ومائعة يراها كل شبابنا وبناتنا. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.